المبسس متاعي يحضر. وصفة سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر، خاصة الفطور الصباح. حتى لو مجال صغيراتك تنجم تحطها لهم. جربوها ما تندموش، وما تنساوش تشجعوني وتشتركوا في القناة. بالنسبة للمقادير: زوز صحاف سميد أحرش، صحفة سميد أرطب، صحفة زيت، صحفة سكر، مغرفة صغيرة ملح، وتمر معجون. بالنسبة للتمر تاخدوا تفوروا وتغسلوا ساعة وتفوروا، ومن بعد ترحيح من غير ما تضيف له حتى شيء. أول حاجة نبدو بها نحطوا سميد المتوسط مع سميد الأرطب. خدينا السميد الأحرش. أول حاجة صب عليه السميد الأرطب، نصبوا السكر وناخذ الملح، نخلطوا النواشف الكلها مع بعضها هكا باش يدخل الملح في السميد. بعد ناخذ صحفة الزيت. فما شكون يحب يحط شطر زيت شطر زبدة، كل واحد كيفاش يحب. نحبها بزيت زيتونة، الحقت ولفت بها هكاكا نعملها كان بزيت زيتون، نحط نبثبثها بالكدا بالكدا. نكملها الحكار نتاعها معناها صحفة. لازم تكون مبثثة بالكدا باش يجيك بنينة، راهو الابراج ولا فما ما نعرفش احنا نقولوا له ابراج، ما نقولوا له مبسس، كل بلاصة وكيفاش. هكا لاني خلطوا بالكدا باش الكعبات الكل يتبلوا بالزيت. بعد ما كملت بثبثته بالزيت نبدا نصب في الماء بشوي، راهو ما يتعجنش يتلملمين. تكون عجينه متماسكه باش نجم تحلها بعد وتحط فيها تحط فيها التمر. تخليه بعد ما تصب فيه الماء هكا خاطر سميد، لازمك تخليه يرتاح. اي خبز بالسميد ولا خاصة السميد مقروض، اي حاجة بالسميد بتخليها ترتاح خاطر السميد يشرب. هكا نخلوه يرتاح نص ساعة ومن بعد نرجع نشكله. ناخذوا الباط نتاعنا نتاع الابراش، ناخذوا منها الكونتيتي نتاعنا نحطوها هكا. بسم الله. هكا تحاول ما مش جويدة وما هيش خشينة. تاخذ زاده كونتيتي من التمر نتاعك، لازم يكون طري باش يطاوعك فوق الرخامه معناه. شوف تحلوا البرة من البات الاخرى، تحلوا باش يطاوعك خاطر فوقها ينجم ما يتحلكش. من بعد تزيد تحط كونتيتي من العجينه الاخرى نتاعك، تحاول تحلها بشويه بشويه هكا سيسها هكا. راهو السميد راهو ما يطوعش في ساعه. تحاول تكمل هذوما زاده ما كيف كيف. هذه بعد ما كملت حطيت لها البارتي الفوقانيه. توا نقصوها، يمكن نقصوها كيما نحبوا، مثلثات مربعات، كيما تحبوا. ما تقلقش القصان، ما يقلقش، كل واحد كيفاش يحب. المهم نسيسو بشوي بشوي.
نحاولوا اللي نهزوها طول، نحطوها في الغناء معناها. شوفوا، شفتوها؟ حاولوا نسيسوا بالسياسة، راهو السميد مش كيف الفارينة معناها. شفتوها؟ هاوي نكملهم بالطريقة هذيك ونوريهم لكم. هذايا المبسس نتاعي قاعد يطيب. الحاجه اللي ننصحكم بها، انا اول مره نعملوا هذا بالتمر، انكم ما تسيسوا اكثر من المبسس اللي مساس تعملوا، خاطر انا حسب ما شفت انه التمر خلاها تزيد تكون الكعبه طريه على الاخر. فهمتوا؟ الكعبه تكون طريه طريه على الاخر، معناها انت كان انت باش تستقوا عليها هكا كيما مستانس احنا المبسس العادي، ان هي كي يشد روحه هكا شويه نقلبوا. شفتوا كالفتافت هذوكم الكلهم هذوكم، خاطر انا هزيدوا في بالي معناها باش فيسع فيسع مادام حماره الكعبه، لا تزيد تسيسوا اكثر باش الكعبه تكون لك مرتوبه ومزيانه. بس التمر متاعي يحضر. شوف، وصفة سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر. نوريكم الكعبة عن قريب. شوف بس التمر متاعي يحضر. وصفة سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر. جربوها ما تندموش، وما تنسوش تشجعوني وتشتركوا في القناة. وشهية طيبة للناس الكل. شوفوا الكعبة هكا، شفتوها؟ جربوها ما تندموش.